على فكرة دي من احلى صواني اللحمة بالبطاطس اللي انا عملتها في حياتي. اه والله. مش عارفة ايه السبب بقى. هل قطعية اللحمة كانت حلوة وكان طعم اللحمة بلدي بلدي فعلا، ولا كان مزاجي حلو وانا بعملها، ولا عشان كنت عاملاها الناس عزاز عليا قوي قوي قوي. انا مش عارفة، اكيد فيها سر. بس طبعا هقول لكم ازاي انا عملتها، والف هنا وشفا. مبدئيا انا كنت جايبة قطعية لحمة من العكوة حلوة جدا، ولحمة بلدي طبعا. والعكوة ديت بتبقى شبه الموزة شوية، بس طعمها بيبقى حلو في الحاجات. يعني ممكن تعملي بيها فتة بخل وتوم، او ممكن تعمليها بأي صنف من الخضار، وممكن تعمليها شوربة كمان عادي جدا، او كباب حلة. انا النهاردة عملتها في صينية البطاطس. خدت بصلاية كده وقطعتها مع فصين توم وشوحتهم، وحطيت اللحمة اتشوحت كويس اوي لحد ما نزلت المية بتاعتها وشربتها تاني. بعد كده حطيت عليها الصلصة الطماطم، يعني اللي انا معصراها وصفيتها بالمصفى، وسبتها لما تغلي شوية. بعد كده حطيت المية بتاعتها وسبتها تستوي 3/4 تسوية. بس تستوي 3/4 تسوية او 80% من التسوية، عشان تبقى زبدة سايحة كده مع صينية البطاطس. يا دوب بس حطيت لها شوية فلفل اسمر، بس مش اكتر من كده. وطبعا ركنتها على جنب زي ما انتم شايفين كده. طعمها وريحتها تجنن. رحت جايبه بعد كده بقى السرفيس اللي انا هعمل فيه صينيه البطاطس. قطعت بصل، وقطعت توم لان انتوا عارفين طبعا صينيه البطاطس بتحب التوم. فزودت التوم شويه، حوالي 7 8 فصوص كبار، وقرن فلفل اخضر كويس. وطبعا حطيت ملح وفلفل وجوز الطيب وسبع بهارات وشويه كمون وشويه كزبره، وكمان حته قرفه خشب. انا بحب قوي اضيف حته قرفه خشب في الصواني بتاعتي، لان هي بتدي طعم مميز جدا للخضار. يعني حته صغيره ما بتبقاش ريحتها باينه قوي، بس بتبقى جميله كده. شايفين شكل اللحمه عامل ازاي؟ تحفه، وريحتها كانت تجنن. قطعت البطاطس بتاعتي طرنشات، وبدات ادلك او يعني امزج كله ببعضه كده، وادعكه ببعضه كله كده، البطاطس مع الخضار بتاعي كله مع بعضه. طبعا كنت حاطه شويه زيت في البصل. وبعد كده رحت حاطه البطاطس وحاطه فوقيها اللحمه بالمنظر اللي انتوا شايفين ده. كمان كنت حاطه ورق لوري في اللحمه وهي بتستوي مع الفلفل الاسود بس كده. وبعدين رحت جايبه بقى زودت شويه ملح، لان انا ما كنتش حاطه ملح خالص في الصلصه. زي ما قلت لكم كنت مسويه اللحمه من غير ملح عشان تستوي كويس قوي. بس حسيت ان هي محتاجه شويه ملح صغيرين غير الملح اللي انا حطيته في البصل. تمام كده. ورحت حاطه كل الصلصه دي بقى مش صلصه بس، دي صلصه بشوربه اللحمه. يعني اللحمه استوت فيها، فبتبقى الصلصه خفيفه، بس ريحتها وطعمها يجنن جدا. تمام. عايزه تحط عليها حته سمنه بلدي حطي، ما انتش عايزه بلاش، هي تكفي الدهون اللي فيها مع شويه الزيت الاولانيين اللي انا حطيتهم. الف هنا وشفا، وطعمها يجنن والله. بعد كده حطيناها في الفرن. ولعت الفرن وحطيتها فيه، استوت عادي خالص خالص خالص. غطيتها بالفويل. بعد كده طلعتها من الفرن، شلت الفويل وحمرت وشها. وطبعا انا ما صورتش المشهد بتاع الفرن، وفي الاخر طلعت بالشكل الفظيع ده. تحفة. وفيها صوص من تحت، وتاكليها مع شوية رز بشعرية تجنن، او حتى رز ابيض مش مشكلة، او حبة وحبة. الحقيقة حلوة جدا جدا. الف هنا وشفا. صينية بطاطس بطعم زمان قوي، يعني هتحس ان انت بتاكليها بطعم زمان. المهم وانت بتعملي صينية البطاطس باللحمة، اختاري قطعة لحمة تكون بتديك ريحة حلوة جدا. الف هنا وشفا. وما تنسيش